أخي المزارع، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارع محصول الموالح مراعاتها خلال شهر نوفمبر، والتي تمثلت في الآتي: يتم الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الريات بما يتلائم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة. ثانياً، التسميد. يتم إضافة 300 كيلوغرام سلفات نشادر أو 200 كيلوغرام من نترات النشادر للفدان، بإضافة 100 كيلوغرام من سوبر الفوسفات كالسيوم، بإضافة 100 كيلوغرام كبريت زراعي. ثالثاً، برنامج الري. يتم الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط، لتر لكل يوم لكل شجرة. عمر الشجرة بالسنوات من عام إلى عامين، يتم ريه بمعدل 12 لتر لكل شجرة. وبالنسبة للأشجار عمر من عامين إلى 3 أعوام، 16 لتر لكل شجرة. أما عمر من 3 أعوام إلى 4 أعوام، 20 لتر لكل شجرة. أما عمر الشجرة من 4 إلى 5 سنوات، فيتم إضافة 24 لتر لكل شجرة. أما عمر من 5 إلى 6 سنوات، 28 لتر لكل شجرة. وعمر من 7 إلى 8 أعوام، 32 لتر لكل شجرة. أما الأشجار من 8 أعوام إلى 10 أعوام، فيضاف 36 لتر لكل شجرة. أما بالنسبة للأشجار عمر أكثر من 10 أعوام، 60 لتر لكل شجرة. رابعاً، برنامج المكافحة. أولاً، الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة، والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيق باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصى بها. ثانياً، إذا استمر ظهور الحشرات القشرية، يجب مكافحتها باستخدام أكتيليك بمعدل 150 سنتي لكل 100 لتر ماء. مع تحيات قطاع الإرشاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.